مرحبا بمتابعي قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. قبل البدء من فضلك اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو ليصل إلى غيرك. موضوعنا اليوم عن ميركاتو مولودية الجزائر، فشاهدوا الفيديو لتتعرفوا على جميع الصفقات المولودية في هذا الميركاتو الصيفي بعد قليل. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. إذا كنت جديد في القناة فمن فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. إذن أول صفقة للمولودية في هذا الميركاتو الصيفي هي صفقة الإيفواري محمد زوغرانا من أسيك ميموزا، لاعب متوسط ميدان، عقده ينتهي في 2027. أما الصفقة الثانية فهي صفقة المدافع الدولي الجزائري السابق جمال الدين بالعمري، مدة عقده مع المولودية 2 سنين. أما الصفقة الثالثة للمولودية فهي خطف لاعب المنتخب الوطني للشبان مسلم أناطوف. والصفقة الرابعة للمولودية هذا الموسم هي صفقة سفيان بايزيد، مهاجم اتحاد خنشلة وهدافها، مدة العقد حتى 2026. أما فيما يخص اللاعبين المسرحين من مولودية الجزائر فهم كما يلي: اللاعب الأول بوعلام مصمودي، واللاعب الثاني هواري فرحاني، أما اللاعب الثالث فهو متوسط الميدان عزيز بن عبدي. في الأخير من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإعجاب الفيديو.